ايه يا مريانة فين؟ رمضان في رمضان ايه؟ مدت ايديها عليه وداخ منها، فقال لها انا مش بلبوس في الشارع وعرفها مقامها. بهانة شرشحت للتيك توكر مصطفى السويسي وفرجت عليه المتابعين. يا ترى ايه اللي خلى بهانة اتخانقت مع السويسي؟ وايه علاقة شعره باللي حصل؟ هل هيتجوز عليها؟ الحكاية كبيرة وجاية في رمضان والناس مش مصدقة اللي حصل. تعالوا بينا في الفيديو ده نعرف مع بعض تفاصيل الحكاية. حلقة شعر السويسي هي السر في العركة اللي دارت. عمل فيها أحمد زكي وحلق شعره كابوريا، مهتم بنفسه وشياكته ورجع على البيت فرحان. لكن بهانة ما عجبهاش الستايل ده، قالت له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ احنا في شهر رمضان يا جدع، انت كبرت على الحاجات دي. السويسي كان قاعد بياكل، بس بعد الكلمتين دول خد موقف وراها ان الراجل المصري الحامش لما بيتهور بيعور، والخناقة بقت بينهم كبيرة. السويسي حاول يفهمها ان دي موضة وشكلها حلو عليه، لكنها خبطته على راسه وقالت له اكبر شويه. مصطفى السويسي استغرب من اللغه والشرشحه اللي حصلت، قام واجه اللي بيحصل وقال لك هو انا ماشي بلبوس في المانيا؟ هو متعود على الستايل ده في مصر، لكن المانيا تختلف. اما بهانه فالشرشحه الالمانيه الاصيله طلعت وقالت له انت هتغيرها، يعني هتغيرها. السويسي حلق شعره ولبس الحته اللي على الحبل وخرج يقعد على القهوه، وده لانه بيحتفل بنجاحه على تيك توك وعلشان وصل ل4 مليون متابع. كمان المقاول اللي السويسي بيشتغل معاه كان عازمه بمناسبة إنه وصل للرقم ده. اتفاجئ علشان كان متخيل إن المقاول هيجيب له ساعة غالية هدية ولا حتى يعزمه على أكلة نظيفة تعمر له دماغه، لكن عزمه على تفة قهوة. السويسي قال له هي دي العزومة؟ طب حتى اطلب لي شعبوشتينو. هو علاقته حلوة بالناس اللي حواليه وكمان بيتصور معاهم. أما عن الناس اللي بتسأل عن حال السويسي في رمضان بياكل إيه وهل بيشتغل، فهو شايف إن الشغل زي الأكسجين ولابد منه، علشان كده بيشتغل في رمضان لكن محدش يشرب ولا ياكل قدامه. لو المقاول جعان ياخد له جنبه وياكل، والمكرونه فطاره وقرصه الترب والشعبوشتين وهم السحور بتاعه هو وبهانه. السويسي بيتكلم بتلقائيه وبدون تحضير للكلام، وعلشان كده هو محبوب. اما عن حكايته في الشغل فهو ملهم لناس كتير، وكلامه عباره عن حكم وعبر لما تسمعها تحس انك قاعد مع الحكيم غاندي. دايما بيقول حب ما تعمل عشان ما حدش لاقي شغل، وفعلا ناس كتير بتتاثر بكلامه، وده لانه مشهور جدا سواء على تيك توك او الفيسبوك. كمان صحف المانيه اتكلمت عنه، ده غير في مصر ناس كتير اتواصلت معاه. بيشتغل ويشقى وما بيحبش فلوس التيك توك. ناس كتير بتنصحه يعمل لايفات علشان بتوصل ارباحها ل 7000 جنيه، لكنه بيرفض وشايف ان دي مش رجوله. بيقول ان بنته لما تكبر الناس هتعايرها وتقول لها انت ابوكي بتاع شير وتكبيس وكومنتس. السويسي كاريزما وشخصيه ناجحه على الرغم من تعليمه البسيط، واللي المتعلمين اتكلموا عنه علشان هو ابن بلد وذكي. يا ترى ايه رايكم في علاقه بهانه والسويسي؟